السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بقى النهاردة عاشورة، وقلت ايه نعمل معاكم طبقين عاشورة حلوين، حاجة بسيطة وسهلة جدا. وصلوا على النبي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا قمح بليلة، انا سلقاه في البيت زي ما انتم شايفين كده. بنغسل القمح كويس جدا، بعد كده ننقعه، بعد كده نحط له ميه يطلع معانا بليله زي ما انتم شايفين كده، معموله على ايدينا وسهله جدا وسريعه. ومعانا هنا لبن، ومعانا كيس فانيليا، ومعانا كوبايه سكر، ومعانا هنا نشا متدوبه كده بلبن، 3 معالق من النشا. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده بحله على البوتاجاز، وهنحط فيها القمح بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، سهل جدا اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هننزل باللبن بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كل سنه وانتم طيبين، وتعود علينا الايام وعليكم بالخير. طبعا ايه، في ناس ما بتحبش العاشوره، وفي ناس بتحب تاكل البليله كده اللي يعجبك. عايزه تعمليها كده قمح كده اعمليها، عايزه تعمليها باللبن هي زيها زي الرز ابو لبن، نفس مقادير الرز بلبن زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا اللي عامله القمح على ايدي، انا اللي عامله البليله. بنغسل القمح كويس قوي، وبعد كده بنحط عليه ميه، بعد كده بنسيبه يتسلق على النار. بنضيفش عليه اي حاجه، هو قمح وميه زي ما انتم شايفين كده. هننزل عليها بالسكر بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده. السكر على حسب الرغبه، في ناس بتحبها معسله، في ناس بتحبها دلع. طبعا انتي هتدوقي وتشوفيها عايزه سكر ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نزود السكر بتاعنا ده، هتغلي كده معانا وتدوب السكر، وبعد كده ننزل عليها بالنشا بتاعتنا. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك الجميل بتاعكم، وتفعيل الجرس، والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وكلكم بقى تكتبوا لي ايه رايكم، مين بيحب العاشوره ومين ما بيحبهاش، ويا ريت تجربوها. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا حبايبي، ودايما نكون في صحه وسعاده وايه، وكل حاجه جميله زي ما انتم شايفين كده. بندوب كده اهو. هو اللي هيبقى فاضل معانا ان احنا هنحط عليها النشا والفانيليا بتاعتنا، واول ما تتقل هنقوم حاطينها في الاطباق بتاعتنا. اجهزها حبايبي وارجع لكم مع الف سلامه. وده يا حبايبي بقى بعد ما عملنا العاشوره بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين كده اهي. طبعا هنسيبها تسقع وناكل احلى عاشوره. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير، وان شاء الله كده يعني ربنا يحقق كل ما نتمنى، وكل سنه واحنا طيبين جميعا. وما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. واشوفكم في يوم جديد مع اكله جديده، ومع الف الف سلامه.